السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. وآه يا رب السلامة، تسعوا بالسلامة، هولندا صارت حمامة، ولاد القمامة. لا يا المغرب بالعلامة بالعلامة، والله العظيم مجانين، والله العظيم يا أخي. لا لا صقور الأرض أبرقي أرعدي أبطالا، وعدوك يا بلا وعد. المغرب مرشح لبطولة كأس العالم، ياخذ كأس العالم. مرعب صامد يا معلم، مرابطين اشي يا معلم، مفخرة. بونو افضل حارس يا معلم عربي شهدته عيناي، فخر للسامة المسلمين. اقسم بالله العظيم طعن وطعن، انت وعين. والله العظيم حرام اصلا هولندا توصل مع المغرب بلنتيات، والله العظيم. لا تنسوا لك اشتراك لعيوني معلم، سهرتنا بس للمغرب. سلام عزام. لعيبه مش هيخسروا ان شاء الله، مش هيخرجوا النهارده ان شاء الله. عيسى ديوب اداء دفاعي من احسن الاداءات اللي شافتها عيني، اقسم بالله من هذا اللاعب. يا ابن اللعيبه فان دايك، عيسى ديوب يبقى عمه. فان دايك يقول لعيسى ديوب يا عمي. فان دايك مين يالا؟ يا ابن اللعيبه يا عيسى. بوم يا ولا 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 عالجول، يا ولا عالجول. اوف يا الله يا الله يا الله. فان دايك بيشاهد، فان دايك يشاهد عمه، فان دايك بيشاهد عمه وهو بيسجل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اصل والله العظيم كان حرام، والله حرام. هم الافضل وبكتير، كانوا هيخطفوا الماتش، كانوا عايزين يخطفوا الماتش. يا رب يا رب يا رب يا رب. يلا متاني بقى، متاني بقى وتريحونا بقى، متاني بقى وتريحونا بقى. يا رب يا رب يا رب يا رب. قلت لك ابراهيم دياز والخنوس انت بتلعب ناقص 2، خرجوا من الملعب، المغرب اتحرر. قلت لك بتلعب ناقص 2. بسم الله بسم الله بسم الله. يا ديني على ده ماتش، يا ديني على ده ماتش بعد دور 32. ده فاينل، ده فاينل. يا ولد يا نائل عيناوي، يا ولد يا نائل عيناوي. كرة القدم تلعب للقتالية، كرة القدم لعبة الرجال. عيسى ديوب، عيسى ديوب ونصير مزراوي، ثنائية تتمناها أي بلد أقسم بالله. واشرف حكيمي اللي هيجيب فوز الماتش ده، وافتكر كلامي بدري بدري بقول لك اهو، لأن اشرف حكيمي فايق قوي. المشكلة في اللمسة الأخيرة بس، حظه كان وحش، حظه كان وحش. يا رب يا رب يا رب يا رب. فات 4 دقايق من 6، فاضل دقيقتين وهندخل على اكسترا تايم. لو حد يخطفها دلوقتي يا رب يا رب يا رب يا رب. بص اطولهم عاملين ازاي. ولكن عيسى ديوب، عيسى ديوب، عيسى ديوب. فان دايك، فان دايك، فان دايك يقول لي عيسى ديوب ايه؟ يقول له ايه؟ يقول له يا عمي والله، يقول له يا عمي اقسم بالله اهو 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 فيرجيل فان دايك راجع. يقول له يا عمي، يقول له اتصور معاك يا عمي. لا ركز يا بونو، ركز يا بونو، ركز يا بونو، ركز يا بونو، عشان يومك وماتشك وشكلها زي ما قلت انها رايحه لضربات الجزاء، وانت اللي هتكسبهم باذن الله. يا رب يا رب يا رب. خير خير خير. حرام حرام المغرب تخرج، حرام المغرب تخرج اقسم بالله. ده منتخب ياخد كاس عالم مش يخرج بس. خليني اقول لكم السبب الاساسي اليوم في فوز المغرب. خليني اقول لكم بعد ما تعادلوا 1-1 وراحوا للبلنتيات. والله يا اخوان اظن بعد الله يا اخوان السبب الاساسي هو الدعاء قبل البلنتيات. اقسم بالله ما شاء الله تبارك الله، توفيق الهي ما شاء الله تبارك الله، توفقت فيه المغرب وفاز. دعاء مكثف وجلسوا يدعوا يا اخوان ويقروا صور القران وما شاء الله تبارك الله. بعدين تصديات خارقه يا اخوان من بونو. ايش الجليتش هذا يا بونو؟ صديتها على الواقف. ايش هذا؟ اول مره اشوف في عرس والاشياء هذه. للامانه يا اخوان المغرب استاهلت تفوز يا اخوان. كانت من الشوطين الاولى يا اخوان كانت افضل، وشاتت واستحوذت وتسديدات على المرمى وكل شيء. كان المفروض رحيم يا اخوان ينهيها من هذه اللقطه يا اخوان، حتى من الشوط الاضافي، لكن سبحان الله ما توفق. بس المغرب يا اخوان بعزيمه الرجال جابوها الف لماروكو كلها. تلعب بروح، ناس تنقلب الفنيله البيضاء الى حمراء من الدم، ناس تغار على الشعار، ناس والله الف مبروك للمغرب. والله رجاجيل بكل ما تحمله الكلمه معنا، من الحارس الى اللعيبه الاحتياط. والله رجاجيل داعني بكل ما تحمل الكلمه. والله العظيم لا هولندا ولا غير هولندي يوقفهم. تبارك الرحمن الى الدور ال16 الى الدور ال8، وباذن الله اشوفهم في النهائي. هذا المنتخب اللي يستحق المشاهده. والله لو يلعبون الساعه 12 الظهر حاضرين. والله العظيم منتخب يغارون على شعارهم. كل لاعب
ما شاء الله اللي موجود في الدكه لعب كانه الاساسي. مباراه من وحي الخيال ما شاء الله تبارك الله، بلا طواحين بلا خريط. هولندا والله اختفت قدام رجال المغرب. الف مبروك المغرب، الف مبروك لرجال المغرب، والله يستحقون بكل جداره. شكرا شكرا على المستوى الرجولي والى الدور ال16. مش عارف اقول ايه لان حرفيا انا تقريبا قلت كل اللي ممكن اقوله في اللايف اللي انا كنت فاتحه في مباراة المغرب امام هولندا. منتخب المغرب اسود الاطلس يستمر في فكرة عبد الملك زرزور كاس العالم، ماشي بمبدأ لطش في المنتخبات، وبعد ما بيلطش لهم بيقول لهم حد ليه شوق لحاجة، حد قلبه جايبه في حاجة. منتخب المغرب النهارده للتاريخ، منتخب المغرب في بطولة كأس العالم بيقدر يقصي المنتخب الهولندي من دور ال 32، بيصعد على حسابه لدور ال 16 في إنجاز جديد يضاف للكرة المغربية. عايزك تسيبك من فكرة إنجاز الصعود، أنا عايزك تبص على الماتش نفسه. أنت لك أن تتخيل أن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا على مدار ال 90 دقيقة وعلى مدار الإكسترا تايم، يعني على مدار 120 دقيقة، مخلي منتخب هولندا خايف من المنتخب المغربي. منتخب هولندا هو اللي بيدافع قدام المنتخب المغربي. منتخب المغرب مع الاستحواذ، منتخب المغرب مع التسديدات، منتخب المغرب مع التمريرات، منتخب المغرب مع الفرص الخطيرة. منتخب المغرب في شوط اللقاء الاول يخلص الماتش 3-0. حارس منتخب هولندا النهارده شايل ما لا يقل عن 3 اهداف محققه. حقيقي بتتفرج على منتخب المغرب، هو مش بس مرشح لفكره الحصان الاسود او الاداء المشرف، لا ده منتخب عنده من الامكانيات وعنده من الشخصيه والكاريزما في الملعب انه ينافس على البطوله. لعيبه مصدقه في نفسها ومصدقه في امكانياتها، منظومه متكامله من حارس المرمى لحد المهاجم، وفوق كل ده هانز فليك قاره افريقيا العبقري محمد وهبي، الراجل اللي انا بقيت متيم بالماتشات اللي هو مدير فني فيها. محمد وهبي النهارده تفوق كاسح على كومان. محمد وهبي في دور المجموعات تفوق كاسح على كارلو انشيلوتي. محمد وهبي هو افضل مدير فني موجود حاليا في بطوله كاس العالم. فحقيقي من كل قلبي مبروك لكل الشعب المغربي، ومش بس الشعب المغربي، مبروك علينا احنا الشعوب العربيه ان احنا عندنا منتخب زي منتخب المغرب. خير تشريف للكره الافريقيه وللكره العربيه في محفل كبير قوي وفي محفل عالمي زي بطوله كاس العالم. طموح المغرب ما وقفش عند 22، طموح المغرب مستمر، طموح المغرب لا ينتهي. منتخب المغرب لا يعرف معنى الاستسلام. منتخب المغرب النهارده خسران لحد اخر 5 دقائق في الماتش عشان يجي عيسى ديوب يسجل هدف حلو قوي، هدف انقاذ المنتخب المغربي اللي كان افضل من المنتخب الهولندي في كل شيء وكان يستحق الصعود النهارده. ينزل المنتخب المغربي يضغط برضه على المنتخب الهولندي في الاكسترا تايم، بعد كده تخش على السيناريو المجنون بتاع ضربات الجزاء، وده هسيبه لك بقى في فيديو تاني اتفرج عليه براحتك. هينزل بعد الفيديو ده رد فعلي على ضربات الجزاء والسيناريو المجنون اللي حصل في ضربات الجزاء. ولكن زي ما بقول الحمد لله على صعود منتخب المغرب لدور ال 16، وعقبال منتخبنا المصري وعقبال المنتخب الجزائري. وزي ما قلتها قبل كده في دور المجموعات، المنتخبات العربيه اللي بتلعب بعد منتخب المغرب بيبقى عندها حظوظ زياده، لانها بتاخد نفسيه عاليه من اللي بيعمله المنتخب المغربي في بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم. علي الرايه والله، علي الرايه يا مغربي، علي الرايه المغربي. يا الله تعال هولندا يا سيمبولو، يسعد البطل اللي حملك يا سيمبولو. كل المغرب وكل العرب بتحبك، انقذ المغرب يا الله يا الله. تعبت اعصابي، مغربي انت للدور القادم، للدور ال 16. ارفع راسك، ارفع علمك فوق لما حد يسالك انت شو يقولوا انا مغربي، وارفع راسك بالعالي. ديما مغرب، المغرب تاهلت للدور القادم الحمد لله. والله تستاهل، والله فرحت لكم من كل قلبي، والله تستاهلوا يا ابطال. الف مبروك، مبروك يا ابطال، انتوا ابطال، انتوا بترفعوا الراس وبترفعوا الراس. منتخب المغرب يصعد على حساب المنتخب الهولندي في تأهل تاريخي الى دور ال 16. عارف لو في انصاف كروي، مع ان انا ما بشجعش المغرب وانت عارف، بس نقول الانصاف. محمد وهبي ده تاريخي. ليه بقى؟ ماسك كرة على المنتخب الهولندي ومنزل عليهم طرقعه من اول دقيقه لاخر دقيقه، فللتاريخ. لعيبه المغرب نازله تكسب، لعيبه هولندا نازله تلعب، فاهم؟ بص موتوا نفسهم عشان المغرب فكسبوا. ده غير تصدي ياسين بونو الايقوني من سومرفيل اللي هو نجم منتخب هولندا النهارده. سومرفيل، ديونج، والواد ده فان دايك شويه معاهم، وحارس مرمى هولندا. كل سنه وانت طيب بقى الباقي. ده تصدي للانفراد. على فكره الجون ده كان هيبقى تاريخي لسفيان رحيمه والله. الراجل ده ماشي من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا بسمع انه مدرب كويس، وعمري ما شفت له. يعني ده مش كومان، لا ده كونان، ده راجل محلل في سبيس تون.
انما تجيبوا مدرب ايه يا جماعه القرف ده يا جماعه. انا نفسي اشوف له بقى، انا وربنا عمري ما مدحت فيه ولا شكرت فيه، انا كل شويه اسمع. انا حرام اكون مغربي واطلع من كاس العالم، انا حرام اكون مغربي وما تشوف هالاداء الممتع. انت لازم تستمتع يا جماعه، الله ما شفناه بالعقل عرفناه. منتخب عربي كسر هولندا، كسر البرازيل يا جماعة. ما انت بهدلهم بس مو بهالطريقة، انت بهدلهم بس مو بهالطريقة، انت تقدر تبهدلهم بس مو بهالطريقة يا جماعة الخير. احترم فان دايك، احترم فان ديفين، ولكن لا 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 لا. احنا اليوم قاعدين نتكلم عن منظومة كرة قدم تدرس يا جماعة الخير. والله العظيم عقلية لا تشترى. لما تكون خسران للدقيقة 90 امام افضل دفاع في العالم بدون منازع وتتعادل وتروح ركلات الترجيح لا وتستعرض عضلاتك، هذا استعراض عضلات يا بونو، عيب يا بونو، عيب يا بونو. وهنا أصدقائي يكون الفيديو الخاص بنا قد انتهى. إذا أعجبك أعطنا رأيك في التعليقات وقل لنا هل يستحق المغرب التأهل إلى الدور 16، وهل هولندا هي التي كانت تستحق العبور إلى الدور 16. خلي لنا رأيك في التعليقات وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.